إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كما راكم تشوفوا راح نديروا كمونية تونسية بكبد الدجاج. أصل في هذه الكمونية كاين اللي يديرها باللحم، مي الأصل نتاعها تجي بالكبد تاع الدجاج، بمعنى ماشي بلي زابا اللي هي القوانص وهذوك الآخر، تجي بنينة بزاف. هنا كما راكم تشوفوا نمر مباشرة حبيبتي المقادير وطريقة التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا عندي كميه نتاع الكبد، وكان دار لي معاهم حتى القلب. كما راكم تشوفوا هنا راني نقي بهذه الطريقه، عندي هكاك وحده حاطه فيها غير الماء والاخرى هكاك ونقي ونحط في الدوزيام بهذه الطريقه. والباين الحبات اللي نلقاهم يكونوا هكاك الكبد اللي يكون كبير نقسموه على زوج كما راكم تشوفوا. هذه كخطوه اولى. هنا ديما كما نقول لكم وصفاتي راني نوجههم بصفه خاصه للمبتدئات، معنى ماشي تجي تقول لي وحده انا حنايا ما نعرفوش نغسلوا، ولا راح تورينا كيفاش نغسلوا الكبد ولا ما على باليش. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما غسلتها مليح عاودت شدت لهم الماء، واخر شيء كما قلت لكم ديما نتبع هذوك الكبار نقطعهم. اخر شيء هنا راني مغليه الماء، ولا كنت طيبت الماء هكاك على النار، وراح نفرغ عليهم الماء. ها هو الشكل تاعهم هنا بعد ما قطعتهم. كما قلت لكم راح نفرغ عليهم الماء اللي يكون طايب، كما نقولوا احنا طايب معنا مغلي بزاف. هنايا هاد الماء راح نضيف له هكاك واحد حوالي مغرف كبيره نتاع الخل. هنا كي شغل نديروهم ونعقموهم ومامطو ونخليهم هكاك واحد 10 دقائق ونعاود نرجع معكم. هنا شوفوا وجدت عندي بصله هكاك صغيره قطعوها الرقيق، وعندي التوابل كما راكم تشوفوا هنا عندي 3، بمعنى ديروا 3 سنينات يكونوا كبار نتاع الثوم، مغرف صغيره تاع الكركم، مغرف صغيره تاع الفلفل الاحمر الحلو، وهكاك ربع مغرف صغيره نتاع الفلفل الاسود. هنا يشوفوا في مقلاة حطيت الزيت وراح نحط البصل. انا شوفوا بما انه الكبد عندي بزاف راني حطيت كل شيء مع بعضه. نتوما اللي عندها غير شويه الاحسن تقلي البصله مليح عاد باه تضيف لها الكبد، فهمتوني؟ وديما نقول لكم النار تكون قويه بزاف. هذا بالنسبه للناس اللي داروا الطريقه تاعي، بمعنى كانت عندهم كميه كبيره ولا كميه لاباس بها من الكبد. علاه؟ لانه لو كان نقصوا النار راح يطلق لنا الماء هذاك، وحنا ماناش محتاجين انه يطلق الماء، ماذا بينا نقلوه مليح. شوفوا انا بما انه الكميه كبيره قويت النار بزاف، وكما قلت لكم اللي عندها غير شويه تقلي البصل مليح عاد باه تضيف هذيك الكبد تخليها تقلى. هنا كما راكم تشوفوا راح نضيف عليها مباشره هذوك لي زيبيس كامل نضيفهم مع بعضها. عندي الثوم هكاك بعد ما ربيته، وراح نضيف باقي التوابل. عندي كذلك 2 مغارف صغار تاع الكمون راني ما حطيتهمش لانه راح نحطهم في الاخير، بمعنى اللي كملت معايا الفيديو راح تفهم واش راني نحكي. شوفوا هنا كيفاش بورطو راهي النار قويه بزاف، وشوفوا كيفاه بدات تطلق لي في هذاك الماء. هنا كما قلت لكم نضيف عليها هذوك التوابل. ضفت كذلك الملح، وراح نخليها تقلى
حتى تتقلى مليح ومامطو هاد السوائل ما يبقاوش. شوفوا كيفاه طلقت لي الماء. هنايا كاخر شي ضفت مغرف كبيره تاع طماطم نباط. تقدروا تضيفوها درك كيما تقدروا تضيفوها الوقت اللي تحبوا تمرقوا بالماء. وراح نخليها هكاك حوالي 10 دقائق، وكيما قلت لكم النار تكون قويه بزاف حتى تمص لي هاد السوائل كامل، بمعنى ما يبقاوش فيها سوائل وتقلى ومامطو مليح. هنايا شوفوا كيما قلت لكم بعد ما تقلات مليح وتقريبا امتصت هذوك السوائل كامل، راح نضيف لها شويه تاع القزبر. شوفوا هنا علاه عندي الكميه كبيره، راني ما ضفت لها ولا قطره تاع ماء. وشوفوا السوائل، كميه السوائل اللي راهي فيها. هنا واش ندير؟ راح نبعد ديما كيما نقول لكم دائما نبعد هذيك لاصوص تاعي، ونمرق بحوالي كاس نتاع الماء فقط لا غير. الماء هنايا لازم يكون ضروري يكون طايب، بمعنى مغلي هكاك كيما راكم تشوفوا. وراح نغطي عليها. وشوفوا النار هنا كيفاش راهي قوي، هاني بالعاني بعدت هكاك المقله شويه باه تبان لكم. وراح نغطي عليها ونخليها حتى تتشمر لي مليح والطيب. هي اصلا هنا الكبده تقريبا او الكبد راهو دخلوا الطياب قريب الطيب، لانه كما نعرفوا ما فيهاش الروح غير القلب هذاك، بما انه جاب لي فيها القلب يجي هكاك يحتاج شويه تاع الوقت باه يطيب. شوفوا هنايا اخر شي كيما قلت لكم نضيف 2 مغارف صغار، ماشي كبار، صغار نتاع الكمون هكاك. هنايا راهو تقريبا كل شيء طاب. هنا نحوس انه درك نزيد لها دقيقه برك ونطفي النار. علاه يسموها الكمونيه؟ لانه لا باز تاعها يكون بالكمون، بمعنى تجي اللوغو والريحه تاع الكمون باينه. شوفوا هنا بعد ما زدت لها تقريبا دقيقه برك، شوفوا كيفاش تشمرت. خلاص راح نطفي عليه. شوفوا هنا قبل ما نطفي، شوفوا قربت لكم هكاك الصوره باه تشوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. راح نطفي عليها ونلتقي في صحن التقديم. وها هي الكبد تاعنا بعد ما طاب، ولا الكمونيه تاعنا بعد ما طيبناها. اخر شي بعد ما حطيتها نحط عليها رشه تاع قزبر ونقدمها بهذا الشكل. شوفوا هنا انا بما انه عندي الكميه بزاف حطيتها وحدها. اللي يكون عندها غير شويه تزيد ترافقها هكاك مع لي فخيت اللي هي البطاطا مقليه، فهمتوني؟ وهذه هي حبيباتي. وبالمناسبة تفكرت واحد المشتركة عندي اسمها مروة بوطاغان، قالت لي ادعي لي لبنتي سارة تجيب الباك. نقول لكم حبيباتي ادعوا لها وادعوا لي تاني لخويا ولا الاخواني حكيم وبو سماحة واختي كذلك فاطمة. شوفوا هنا الشكل تاعك كيفاش راهي شهي. وندعو لازم كاملين الكامل وليداتنا تاع الباك ربي يفرحهم، وان شاء الله يرفعوا راسنا، وان شاء الله يا رب يرفع علينا هذا الوباء. انا حبيباتي بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وربي يخليكم ليا، وربي يعطيكم ما راكم متمنين في حياتكم، ونموت عليكم. سلام.